اهلا وسهلا بيكم معايا في قناة بصبص والمطبخ. النهاردة جاية اعمل معاكم الراعي الرسمي للشتاء، يعني لازم يكون في كل بيت طبق العدس الجميل ده علشان نتدفى، وكمان فوائده كتير قوي للجسم، وطعمه حلو قوي وغني بالبروتين، وصيامي وكل حاجة فيه حلوة. طبعا عشان نعمل العدس دوا عايزين نص كيلو من العدس. انا هعمل كمية واقولك ازاي انتي كمان تشيليها بدل ما كل شوية تعملي وتوفري على نفسك وقت ومجهود. وعندي بصلتين متقطعين وطماطمتين متقطعين وفلفلة واحدة بس، بتدي طعم حلو. وعندي جزر، حوالي 3 جزرات كده متقطعين، وبطاطستين متوسطين كده برضو مقطعهم. كل حاجة متقطعة مكعبات. وعندي حوالي 4 أو 5 فصوص من الثوم. بصوا بقى المكون ده، يعني احنا كلنا كنا بنرميه، بس ليه نرميه بقى؟ ده كنز في بيتك. عارفين لما بنعمل محشي كوسة والقلب بتاع الكوسة ده بيترمي؟ لا، من النهاردة ما ترموش تاني. هتحطيه في كيس وتحطيه في الفريزر، وقت ما تيجي تعملي عدس هتحطيه في قلب خلطة العدس. منه فوائد حلوة قوي لولادك، الكوسة طعمها جميل، وفي نفس الوقت هيزود معاكي كمية العدس، ونسبة الخضار كمان تبقى كتير. اول حاجة طبعا ببقى حاطة حلة فيها مية مغلية على النار، وببتدي اكون غسلة العدس غسلتين 3 كده كويسين. وبحط العدس اول حاجة خالص علشان يطلع الريم اللي انتوا شايفينه دوا. دي بتكون الغازات اللي بتكون في اي بقوليات، لازم نطلعها الاول قبل ما نحط الخضار. طبعا كلنا بنعرف نعمل عدس، وامهاتنا كلها بتعرف تعمل عدس، بس انا بوريكي لو انتي مبتدئة او نفسك تعملي شوربة عدس كده حلوة وتتدفي بيها، هيكون الفيديو ده سهل عليكي جدا. حطيت بقى الكوسة، التقوير بتاع الكوسة، وحطيت الطماطم والفلفل والجزر والبصل والثوم والبطاطس وكله. بعد ما سبت العدس بس ياخد غلوة بسيطة، وشلت الريم بتاعته. بعد ما تحطي الخضار ممكن تعمل ريمة تانية، فطبعا برضو شيليها عشان الشوربة معاكي، شوربة العدس تكون رايقة وحلوة. بسيبها بقى على نار هادية جدا لغاية ما كله يتشرب من بعضه ويستوي ويكون بالمنظر اللي انت شايفاه ده. لو انت بقى ما عندكيش هاند بلندر، تقدري ان انت تسيبيه بس يهدى ويبرد خالص، وبعد كده تضربيه شوية شوية في الخلاط مع شوية مية صغيرين، او لو انت عايزاه مش صيامي هتضربيه مع شوربة فراخ او شوربة لحمة زي ما انت عايزة. شايفين بقى شكله بعد ما استوى؟ الخضار نفسه يكون يعني استوى خالص. واكتر حاجة هتعرفك ان الخضار استوى هي الجزر، اول ما تلاقي تدوسي على الجزرايه تلاقيها استوت يبقى كده الخضار كله استوى. عندي بقى الهاند بلندر، هبتدي بقى ان انا اطحنه كده ببعضه. انا من النوع اللي ما بحبش اصفي العدس. في ناس بعد ما بتضربه بتحب ان هي تصفيه بمصفى علشان التفل بتاع الخضار ده تاخده يعني تتخلص منه. بس احنا ليه نرميه؟ يعني احنا ناخد فايدة الخضار بالالياف بتاعته بالطعم بتاعه، ما نرميش التفل بتاع الخضار ده. انتي طحنيه طحنة حلوة بس وسيبيه. بصوا بقى هنا ابتديت ان انا انقص الكمية عندي طبعا كانت كبيرة جدا، فانا عامله نص كيلو عدس مع الخضار مع الحاجات دي كلها. فنقصت الكميه علشان طبعا اللي انا هعمله معاكم دلوقتي هضيف لي الشعريه. لكن اللي سبته في الحله التانية عشان يبرد ده اللي انا هشيله معاكم في الفريزر، يتشال من غير شعريه. لو انت هتخزنيه شيليه من غير شعريه. جبت بقى شويه شعريه مع شويه زيت، وابتديت ان انا احمر الشعريه دي واديها لون كده حلو زي ما انتوا شايفينها كده، ابتدت تبقلل كده معايا. وطبعا العدس على نار تانية، حطاه على نار هادية خالص. وبعد كده رحت منزلة الشعرية وهدي عليه خالص، واحط شياطة من تحته علشان ما يتلسعش معايا. حطيت بقى ملح مشكل اللي هو ملح وكمون وكزبرة وبابريكا، وحطيت برضو رشة بابريكا صغيرة ورشة 7 بهارات صغيرة، وطبعا ما ننساش طبعا الكمون، بس انا عشان مخلطة الملح كله على بعض. وبعدين سيبته بقى لغاية ما يغلي كده وياخد ويدي مع بعض والشعرية تستوي. زي ما انتوا شايفين كده الجمال بقى كله في طبق العدس ده.
وبالنسبة اللي احنا حطيناه في الحلة التانية هنسيبه لغاية ما يبرد خالص ونكيسه في اكياس ونحطه في الفريزر، وقت ما نعوز نطلعه يفك ونعمله بس الشعرية. هيكون سهل عليكي وتقدري تطلعيه في اي وقت. وكمان بقى احلى حاجة في العدس ان انت تحمصي عيش بلدي كده وتعملي التسقية زي ما انت شايفاه كده قدامك، وتحطي عليها العدس. ولو انت مش بتحبي العيش المحمص يبقى هتاكليه شوربة كده زي ما انا حطاه في البولة كده صغيرة، وتقطعي بقى جنبه خيار طماطم طبعا جرجير وبصل اخضر، يا سلام. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم ويكون الطريقة حلوة وسهلة عليكم، لكل واحدة متجوزة لسه مبتدئة تقدر تعمل عدس زي دوا وتتدفى كمان. مع السلامة.